في عمر ما ستشعر وكأنك تقدمت 100 عام قبل الآخرين، وأن جميع ما يشعر به البشر خلال سنوات طويلة شعرت به أنت خلال سنة واحدة: الحزن، الفرح، الحب، الكره، الصمت، الكلام والبكاء، حتى الصراخ. كل تلك المشاعر مرت عليك دفعة واحدة، كلها استنزفت ما تبقى لديك من شعور، حتى تساوى كل شيء بنظرك، فلا شيء ملهم ولا شيء ملفت، لا شيء سوى النوم فقط ومراقبة ما يحدث. في عمر ما سيسقط مبدأ ويقل شغف ويتبدل اعتقاد. ستكره ما تحب، وربما تحب ما كنت تكره. ستكتشف أن كل شيء قابل للتغيير بين لحظة وأخرى. في عمر ما سيقل الأصدقاء ويكثر العابرون، وتختار نفسك فقط. قد نكبر دون أن نعي ذلك، فيتقدم بنا العمر في الوقت الذي نصل فيه عمرنا الفعلي ثابت. نكبر بكلمة أو موقف أو حتى نبرة. نكبر من حب أو مرض، من فقد أو غربة. قد نكبر لأننا توقفنا عن اللعب فحسب. إننا لا نكبر بتقدم الزمن، إننا نكبر بانطفاء الأمل بداخلنا. نكبر حين تغادرنا الأحلام ويغادرنا الأصدقاء والسلام. نكبر بسرعة مخيفة، بزمن كل ما به يمضي مسرعا. نحن الذين كنا أطفالا نتهجى أبجدية السير إلى الحياة، هرمنا قبل أن نبلغ 50 حتى، قبل أن يملأ البياض لون شعرنا. نحن نشيب حين تشيب أرواحنا لا رؤوسنا. الذين يعيشون حياة 50 في عمر 20، ما الذي سيعيشونه في 50هم؟ ما أصعب أن يشيب شعورنا في وقت يجب أن تزدهر فيه مشاعرك تجاه الأشياء. ما أصعب أن يذبل شغفك للأشياء التي كنت تدفع من عمرك ثمنا لأجلها. هذه الأعمار التي حصدنا فيها الكثير من التجارب والكثير من الهزائم والأقنعة، من سيعيدها لنا لنجعلها أفضل من عامها الأول؟ من كان يظن أننا سيصل بنا الحال لكل هذا؟ لماذا كبرنا مبكرا ولم تعد الحياة كما كنا نراها، ولم نعد نفرح بعلبة حلوى، ولم نرى قوس قزح منذ زمان بعيد؟ هجرنا حكايا الجدات ورائحة الحنة والطريق الذي ضم خطوات أقدامنا الصغيرة. كبرنا وأصبحنا بعيدين جدا عنا، عن وجه الطفل الذي مزقته أظافر الحياة. هذا النضج المبكر يصنع منا آفاقا بعيدة. إن لم تكن في 20 من عمرك قويا فلا تنتظر القوة بعد ذلك، فهي لن تأتي. الحياة ليست كريمة إلى حد أن تمنحك كل ما تريده دون ثمن، ثم إنك لن تعيش فيها ربيعا طيلة حياتك، فلا بد من مرور خريف العمر عليك الذي تتساقط فيه الأفكار والقناعات وحتى الأشخاص. في عمر ما ستكون ممتنا من كل المواقف التي صنعت منك هذا النضج، ممتنا لكل الخائنين ولكل الناجحين الذين مررت بهم. ستشكر الحياة على ما صنعته تجاهك، ولن تغادرها وعمرك ناقص. بل لا يهمك عمرك، المهم
هو عمر عقلك، عمر تطلعاتك وإنجازاتك، وأن عمرك الحقيقي لا يقاس بالسنين والأرقام، بل هو إحساسك بالحياة.